السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء وأصدقائي في كل مكان، مشاهدين الكرة العربية والمصرية والعالمية. أهلا بكم فيما كنتم. أحمد عبد القادر وقصة أحمد عبد القادر، تعالى وأنا أقول. أحمد عبد القادر في الزمالك رسمي وعلى مسؤوليتي. أنا يوسف خالد، يوسف الجو، على مسؤوليتي بقول لك أحمد عبد القادر في الزمالك. ولا تقول لي سيراميكا كليوباترا، ولا تقول لي الحزم السعودي، ولا تقول لي اي حاجه. احمد عبد القادر ننزل صوره بيعرف فيها للاهلي انتوا خدتوا 3 زملكاويه وانا رحت الزمالك. ننزل تمثال احمر شايل 3 بلالين بيض، دولت امام عاشور وبن شرقي وزيزو. احمد عبد القادر في الزمالك مع ان سيراميكا كليوباترا طالبه فيه 20 مليون دوت عقده بس، غير اتمام الصفقة. هو رفض. الحزم السعودي دافع عايز يدفع فيه، كان بيقول 600 ألف دولار، وصلها ل1,100,000 دولار. بس أحمد عبد القادر أنا بقولك في الزمالك. أحمد عبد القادر عايز يرجع تاني المنتخب، هيرجع من بوابة الزمالك، عايز يكسب جماهير تاني، هيكسب جماهير الزمالك. والزمالك مستنية رد على صفقات اللي خدها الأهلي من الزمالك. طبعا الزمالك هيدعم، والزمالك مشى مصطفى شلبي، يعني أحمد عبد القادر هيكون أساسي في الجبهة دي. أحمد عبد القادر كل حاجة بتقول إن عبد القادر في الزمالك وعلى مسؤوليتي. خدوها تاني وتبقوا عاتبوني وطلعوا ردوا عليا لو ما راحش الزمالك. أحمد عبد القادر في الزمالك، وكده يبقى آخر سادس صفقة للزمالك. احنا قلنا المهدي سليمان الحارس من الاتحاد، ثلاثي فاركو، يبقى كده 4، اللي هو أحمد ربيعة وعمرو ناصر وأحمد شريف. والصفقة الخامسة اللي هي شيكا بونزا، دي أحمد عبد القادر الصفقة الستة. وفي الصفقة طبعا في كلام مع آدم كيت، ده هيجي يمضي. في حامد حمدان خلاص ساعته هيمضي. وفي محمود زلاكا ومحمود صابر بتوع بيراميدز، دول خلاص. الزمالك كده هيبقى أجرم 10 صفقات. انتوا ايه رأيكم في الصفقات دي؟ هل هتفيد نادي الزمالك؟ هل هتنفع نادي الزمالك؟ وايه رأيكم في المباراة اللي لعبها الزمالك النهاردة الودية مع نادي اورنج؟ كل هذا الرد انا مستنيه في تعليق. بعد اذنكم اعملوا شير وسبسكرايب للقناة ودعموني.